أرجوكم ساعدوني، لا أستطيع إيقاف نفسي. دي الجملة اللي قاتل متسلسل سايكو سجلها وبعتها لأشهر برنامج توك شو، وكان بيطلب من الناس إنهم يساعدوه علشان يسيطر على نفسه ويوقف قتل ضحايا مالهمش أي ذنب. لكن الموضوع موقفش هنا، وعدد الضحايا كان بيزيد يوم بعد يوم، والسبب جين بيكون موجود جوه جينات الجنين في بطن أمه، والجين ده يا يحول الطفل لشخص عبقري يا يحوله لقاتل متسلسل ما يقدرش يسيطر على رغبته وحبه في القتل، والاختيار يبقى للأم يا تكمل حملها أو تجهض الجنين. مسلسل النهارده جامد جدا، فلو عاوزين تعرفوا خلاصة الحكاية اتفرجوا على الفيديو للنهاية، وما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم مننا كل جديد، وما تنساش تذكر ربك وتحمده على نعمه. ومن غير كلام كتير يلا بينا. بتبدأ الأحداث بولد صغير في روضة اسمه جاي، وهو بيتفرج مع زمايله على تعبان موجود جوه صندوق إزاز، والمدرسة بتقول لهم إن التعابين بتاكل الفئران، وفجأة جاي بيطلع من شنطته فار وبيحطه جوه صندوق التعبان، وساعتها التعبان بيبتدي يهاجم الفار، وهنا كل الأولاد الصغيرين بيصرخوا. أما جاي فبيشوف الفار وهو بيعض التعبان، وساعتها بيبان عليه إنه مبسوط من اللي بيحصل. وبعد 5 سنين جاي بيدخل الكنيسة وبيفضل يقول أنا ليه اتخلقت مع كل اللي حواليا؟ أنا نفسي أكون إنسان عادي، لكن أنا مش كده، أنا عايز أبطل اللي أنا بعمله. بنرجع بقى بالزمن ل10 سنين فاتوا، وتحديدا في ليلة كان الجو فيها برد جدا والتلج كان بينزل من السماء. في الليلة دي سونغ كانت راجعة لبيت أهلها في الجبل، وسواق التاكسي ما قدرش يوصلها لحد البيت بسبب التلج، فنزلها في مكان بيبعد عن بيتها حوالي نص ساعة يعني. فكلمت أهلها في التليفون علشان تطمنهم إنها جاية بس هتتأخر شوية. وفي الأثناء دي سونغ بتشوف بنت صغيرة وهي بتعيط، فبتروح لها وبتسألها فين أهلي، فالبنت بتعرفها إن أبوها عمل حادثة بالعربية وبتشاور لها على مكان أبوها. فسونغ بتروح ناحية العربية وهناك بيهاجمها القاتل وبيخلص عليها. وبعد أسبوع مجموعة من الغواصين بينزلوا المحيط، فواحد منهم بيفاجئ بوجود جثة مقطوعة الراس، فبيبلغ الشرطة بسرعة. وعامة فريق المعمل الجنائي والمحققين بيوصلوا، وبعد معاينة الجثة وفحص الدي ان ايه بيعرفوا انها جثة سونغ، وبناء على درجة تشوه الجثة بيقدروا يحددوا ان سونغ تبقى الضحية رقم 18 للقاتل المتسلسل صياد الرؤوس. وبسبب فشل الشرطة في القبض على القاتل الغضب الشعبي بيزيد، والرئيس بنفسه بيزور وكالة الشرطة الوطنية الكورية علشان يناقش معاهم تفاصيل التحقيقات وسبب عجز المحققين عن الوصول لصياد الرؤوس، وبيشدد عليهم بانهم لازم يقبضوا عليه في اسرع وقت. على الجهة التانية بنشوف الباحث دانييل وهو بيدي محاضرة لتلاميذه في جامعة في انجلترا، وموضوع المحاضرة بيكون عن الاختبارات الجينية اللي اتعملت على اشهر القتلة المختلين زي تيد باندي وتشارلز مانسون، ونتيجة الاختبارات دي اكدت ان كلهم عندهم جين اوكسيداز، والجين ده هو السبب في انهم قتلة مختلين. وبفضل نتائج البحث اللي هو عمله هيقدروا انهم يحددوا اذا كان الجنين في بطن امه عنده جين القاتل المختل او لا، ولو ثبت انه بيملك الجين ده ممكن بسهولة يتم اجهاضه. ولو القانون ده اتطبق بشكل رسمي العالم هيكون في امان، لكن في نفس الوقت جين العبقرية منطبق تماما مع جين اوكسيداز، وبالتالي لو اتوجد في الجنين فيا اما معناه ان طفل هيطلع عبقري او قاتل مختل. وبيتم استدعاء دانييل لكوريا علشان يستعينوا بشهادته في اقرار قانون بيلزم الامهات الحوامل بانهم يعملوا الفحص بشكل اجباري، ولو ثبت ان الجنين عنده جين اوكسيداز هيتم اجبارهم على اجهاضه. لكن اعضاء البرلمان بيرفضوا القانون، وعامة دانييل بيروح يزور صاحبه جون دكتور الجراحة المشهور اللي كان زمان في مشروع جواز بينه وبين اخت دانييل، لكنها ماتت على ايد صياد الرؤوس قبل ما يتجوزوا. المهم ان دانييل لما بيدخل البيت بيسلم على يون مرات جون واللي بتكون حامل في شهورها الاخيره، وبيكون واضح جدا ان جون ومراته متفاهمين جدا وبيحبوا بعض. وبعد ما دانييل بيتعشى معاهم جون بيوصله لحد الفندق اللي هو نازل فيه. وعلى الجهه التانيه عيله مكونه من اب وام وولادهم الاثنين بيكونوا في طريقهم للمخيم، لكن العربيه بتعطل منهم. بس بعد شويه محاولات من الاب بيقدر يشغل العربيه لكنه بيتوه في الطريق، فبيقف وبينزل يسال شخص واقف بعربيته قدامهم، فبيقول له على مكان المخيم. ولما بيوصلوا هناك بيكتشفوا ان المخيم مقفول، فالاب بيتصل بالمدير، وقتها بيعرف منه انهم قفلوا المخيم من يومين لان سقف مبنى الاداره انهار بسبب العاصفه الثلجيه، لكنه بيسمح له انهم يفضلوا في المكان، وبيبلغوا ان مفيش ميه لكنهم يقدروا يستخدموا بحيره الميه المعدنيه. فالام بتروح تجيب لهم ميه، والولاد الاثنين موتشي وكو بيلعبوا مع بعض، والاب بيجهز لهم الاكل. ولما بيخلص بينادي على الولاد علشان ياكلوا، وهو بيروح يطمن على مراته لكنه بيسمع صوتها وهي بتصرخ فبيجري عليها. وفي الاثناء دي بيكون صياد الرؤوس بيهاجمها، وقبل ما يقتلها جوزها بيوصل وبيضربه وبيقول لمراته ارجعي للولاد، فبتسيبه وبترجع لولادها وهي مرعوبه وبتاخدهم وبتدخل للعربيه. ولما بتشوف صائد الرؤوس وهو ماسك في ايده راس جوزها بتحاول تتماسك قصاد ولادها الاثنين، وبتطلب من كو الابن الكبير انه يحمي اخوه الصغير، وبتنزل من العربيه وبتقفل عليهم الباب. وطبعا الولاد بيكونوا مرعوبين، وعامه الام بتجري وبتستخبى، لكن لما بتشوف القاتل بيحاول يدخل للعربيه بتظهر نفسها علشان تبعده عن ولادها، وللاسف بيجري وراها وبيقتلها. والولد الصغير بيفضل يعيط ويصرخ. في
فاخوه بيحاول يسكته، وساعتها الولد بيغمى عليه، فاخوه بيحطه جوه شنطه وبيقفلها عليه، وبعدها بيستنى جوه العربيه. لكن القاتل بيدخل العربيه وبيقدر يلاقي الشنطه وبيبتدي يكسرها بالشاكوش. وهنا كو بيطلع من المكان اللي هو مستخبي فيه علشان يبعد القاتل عن اخوه، وبتكون النتيجه ان صياد الرؤوس بيضربه بالشاكوش بعنف. في الوقت ده بيكون موتشي فاق وبيشوف اللي بيحصل من الكسر اللي في الشنطه، وهنا القاتل بيسمع صوت سرينه الشرطه عن بعد فبيهرب. وفي المجمل المحققين بيقدروا يلاقوا موتشي وبينقلوه للمستشفى مع اخوه اللي بيدخل العمليات، وحالته بتكون خطر. في الاثناء دي بيوصل الضابط بارك وبيكون في حاله هستيريه، وبيسال الولد الصغير بطريقه عنيفه ان كان شاف القاتل. وبارك بيكون في الحاله دي لان بنته الصغيره اختفت في نفس الوقت اللي صياد الرؤوس كان بيخطف فيه ضحاياه وبيقتلهم. وطبعا الولد بيكون في حاله صدمه بعد اللي شافه، وفجاه موتشي بيصرخ وبيشاور على بوستر متعلق على الحيطه لدكتور جون وبيقول لهم هو ده القاتل. ومن غير تفكير بارك بياخد معاه فريق دعم وبيروحوا لبيت جون وبيحاصروه وبيقبضوا عليه وبيفتشوا البيت، لكنهم ما بيلاقوش فيه اي دليل ضده. وفي الاثناء دي يون بتتصل بالمحامي، وعلى الجهه الثانيه الولد الصغير بيطلع من العربيه وهو بيصرخ وبيهاجم جون بمشرط سرقه من المستشفى فبيجرحه في وشه، وبعدها بيقع على الارض وبيخبط في تمثال التلج فراس التمثال بتتكسر وبيلاقوا جواها كيس، والكيس ده بيكون فيه راس الولد الصغير. وساعتها الولد بينهار، لكن جون بيقول لهم انه ما يعرفش حاجه عن تمثال رجل التلج ده، ومراته لما بتشوف اللي بيحصل بتنهار. لكن بسبب ان الولد الصغير في حاله صدمه وانكار جون لمعرفه اي حاجه عن تمثال التلج ده بيطلع براءه. وبتكون يون مع دانييل مستنيينه قصاد الاسم وبيشوفوه وهو بيتكلم مع الصحفيين وبيقول لهم انه ما يعرفش حاجه عن تمثال التلج. وهنا مراته بتنزل من العربيه وبتقرب منه وبتقول له انت صياد الرؤوس، وبتوري له صوره ليه وهو بيعمل تمثال التلج، وبتنهار وبتقول له انت اتجوزتني ليه؟ فبيرد عليها ببرود وبيقول لها علشان اخلف ولد يكمل مسيرتي. المهم انه بيتم القبض عليه والظباط بيرجعوا بيه للاسم، لكن دانييل بيقدر يوصل ليه وبيدخل معاه لاوضه التحقيق وبيقول له انت اللي قتلت جينيفر اختي؟ فبيقول له ايوه لانها اجهضت ابني، ولما حاولت تدافع عن نفسها هددتها اني هقتلك انت وامك فاستسلمت وساعتها خلصت عليها. وهنا الظباط بيدخلوا وبياخدوا جون. في الوقت ده بيكون دانييل منهار تماما. وهنا بنرجع بالزمن لليله الحادثه علشان نشوف ان الراجل اللي كان واقف بعربيته على الطريق والاب ساله على مكان المخيم ما هو الا جون اللي بعد ما بتثبت عليه الجريمه بيتحبس وبيتحكم عليه بالاعدام. وبالرغم من ان يون بتعرف ان ابنها ورث عن ابوه جين القاتل المختل الا انها بترفض اجهاض الجنين. وهنا بنرجع تاني لجاي اللي وهو صغير اصطاد الفار من الشارع وحطه للتعبان في الصندوق الازاز، وبعد 5 سنين وهو في المدرسه كانت تصرفاته كلها عدوانيه، يعني مثلا مسك ارنبه وفتح بطنها وهدد مدرسته وزمايله بالقتل، وكانت النتيجه ان ابوه ضربه بعنف. ولانه كان شايف ان ابوه بيحب السمك اللي بيربيه والكلب بتاعه اكتر من مره سمم السمك وقتل الكلب، وهدد اخوه الصغير انه لو قال لابوه هيخلص عليه هو كمان. لكن اخته اللي عندها توحد قالت لابوه على كل حاجه، فابوه ضربه بعنف. ولانه افتكر ان اخوه هو اللي قال لابوه على اللي عمله حفر له حفره في الغابه وحاول يدفنه فيها، لكن امه وصلت في الوقت المناسب وانقذت الولد الصغير وحاولت تخنق جاي وهي بتقول له كان لازم اجهضك وانت في بطني. لكن الولد بيكون عنيف جدا وبيقتل امه وابوه واخوه الصغير وبيتقبض عليه. لكن لما بيستجوبوه بجهاز كشف الكذب وبيسالوه ان كان هو اللي قتل اهله بيرد عليهم بمنتهى البرود وبيقول لهم لا. والغريبه ان جهاز كشف الكذب ما بيكتشفش انه بيكذب، وبتكون النتيجه انه بيطلع براءه. وبعد 25 سنه من حبس صائد الرؤوس بنعرف انه ما تنفذش فيه حكم الاعدام لكنه هيتحبس مدى الحياه. وبالرغم من كده الكوريين ما كانوش حاسين بالامان، لان بعد 25 سنه بيظهر قاتل متسلسل تاني بيقتل لمجرد الاستمتاع، والناس بالنسبه ليه عباره عن فرايس بيلاقي متعته في انه يصطادهم ويخلص عليهم بابشع الطرق. ومن ضمن ضحاياه بيكون قتل اخو صائد الرؤوس سونج اللي زمايله في الصاله الرياضيه بيلاقوا جثته محروقه بالكامل. وبعدها بكام يوم ست بتشتغل وبتصرف على ابنها اسمها بيون بترجع من شغلها متاخر، ولما بتدخل لشارع جانبي القاتل بيدخل وراها وبيطعنها 25 طعنه. وتاني يوم الصبح الضابط موتشي بيطارد قاتل متسلسل تاني كان مدوخ الشرطه وراه بقاله سنين، لكن القاتل بيقدر يطلع على سطح مبنى وهناك موتشي بيهدده بالمسدس وبيقول له انه هيقتله دلوقتي لانه عارف ان المحامي بتاعه هيقدر يجيب له حكم بسجن مدى الحياه بدل ما يتحكم عليه بالاعدام عقابا على الارواح اللي قتلها. وعلشان كده قرر انه ينفذ العداله بايديه. وهنا المجرم بيرمي نفسه من فوق السطوح فبيقع ميت. وبعد دقايق موتشي بيسمع سرينه عربيات الشرطه جايه عن بعد فبيطلع ازازه مشروب حرام من جيبه وبيشرب الازازه كلها فبينام. وبيصحى تاني يوم الصبح على تليفون بيعرف منه ان زمايله اكتشفوا جثه بيون فبيروح يعاين مسرح الجريمه، وبعدها بيروح يزور جون في السجن. وهنا بنكتشف ان موتشي ما هو الا الولد الصغير اللي شاف جون وهو بيقتل عيلته. وعامه موتشي بيتكلم مع صائد الرؤوس بتحدي وبيقول له انه النهارده كان هيقتل مجرم علشان يضرب عصفورين بحجر واحد فيخلص المجتمع من قاتل مختل وفي نفس الوقت يدخل السجن وينتقم منه ويقتله. لكن جون بيرد عليه ببرود
وبيقول له ما تحاولش، انت مش قاتل، القاتل بتكون عينيه خاويه من اي مشاعر، لكن انت عينيك جواها مشاعر غضب وحب وتعاطف ورغبه في الانتقام. فموتشي بيقول له انت لسه ما شفتش انتقامي، انا هقتلك قصاد ابنك علشان يحس باللي انا حسيت بيه لما شفتك وانت بتقتل اهلي. فبيقول له انا مراتي زارتني بعد ما اتحبست بشهرين وقالت لي انها قتلت ابني بعد ما والدته لانه كان شبهي. فموتشي بيقول له ما حصلش، انا شفت مراتك وابنك من فتره كبيره وابنك فعلا في شبه منك. وهنا صائد الرؤوس بيتصدم لانه كان فاكر ان ابنه ميت. وبنرجع بالزمن علشان نشوف موتشي وهو في المرحله الثانويه، وقتها راح ليون وطلب منها تديله فلوس تاني لان اخوه عمل 9 عمليات بسبب اللي جوزها عمله فيه، وحاليا لازم يعمل عمليه تانيه، ولان مفيش معاهم فلوس الدكاتره قرروا انهم يسيبوه يموت. ولما بتطلب منه يروحوا يتكلموا في مكان تاني بيتعصب عليها وبيهاجمها. وهنا ابنها بيوصل وموتشي بيتصدم لما بيشوفه. وبنرجع تاني للوقت الحالي، وساعتها موتشي بيكون سايق عربيته في طريقه للقسم، وفجاه بيظهر قدامه الضابط المتدرب باروم وهو بينقذ عصفوره وقعت من عشها في نص الطريق، فبيقدر يتفاداه في اللحظه الاخيره. المهم ان باروم بياخد معاه العصفور للسجن، وده لان باروم بيكون عنده فقره هيقدمها للمساجين في حفله ترفيهيه. وعلى الجهه التانيه صائد الرؤوس بيطلب من الحارس تشيوك انه يجيب له خيط طبي وابره علشان يتمرن على خياطه الجروح وما ينساش اللي اتعلمه، لكن تشيوك بيرفض. ولما بيروح بعدها لدكتور السجن وبيحكي له اللي حصل بيديله خيط طبي وابره وبيقول له بلاش تعصي اوامر صائد الرؤوس، اللي عمل كده قبلك حصلت له عاهه مستديمه. لكن تشيوك بيصمم على موقفه وبيدي الباروم الخيط علشان يستعين بيه في عرضه. وساعتها باروم بيتكلم مع تشيوك على الساعه اللي اشتراها له هديه بمناسبه نجاحه في معهد الشرطه، وبيقول له انا اشتريتها لك على اساس انها ساعه اصليه لكن اكتشفت بعد كده انها كوبي. فتشيوك بيقول له كفايه انها هديه منك. وقبل العرض باروم بيطلب من تشيوك انه يساعده في نقل صندوق حديد تقيل للمسرح، فبيشيله قصاده. وفي طريقهم بيعدوا على ساحه السجن وبيشوفوا المساجين وهم عايشين حياتهم. فتشيوك بيشاور لباروم على صائد الرؤوس اللي بيكون قاعد لوحده وبيقرا، وبيقول له كل اللي انت شايفهم دول يتموا اطفال ورملوا ستات كتير، وبالرغم من كده مقضيين حياتهم في السجن اكل ولعب عادي جدا لانهم كانوا بيستأنفوا على قانون الاعدام، فبياخدوا مؤبد مع ان المفروض انهم يتقتلوا زي ما قتلوا. وفي الاثناء دي صائد الرؤوس بيلاحظ ان باروم بيبص عليه، ولما بيبتدي العرض الاب كو بيكون موجود على المسرح معاهم. وعامه باروم بيطلب من المساجين ان واحد منهم يطوع ويدخل جوه صندوق الاختفاء، وبيقول لهم انا هقدر اخفي اللي هيدخل الصندوق ده بكل سهوله. المهم ان واحد من المساجين بيتطوع وباروم وصاحبه بيلفوا الصندوق، ولما باروم بيفتحه بيتصدم لانه بيلاقي جواه صاحبه تشيوك وهو راسه مفتوحه وفي اصابات متفرقه في جسمه. فبيطلب من المساجين انهم ينقلوا تشيوك للعياده. وهنا صائد الرؤوس بيقرب منهم وبيعرض عليهم انه يساعد تشيوك. وفي اللحظه دي الاب كو بيفتكر لما صائد الرؤوس قتل ابوه وامه، لكن بالرغم من كده بيقول لباروم سيبه يخيط الجرح، وفعلا بيقدر ينقذ حياه تشيوك وبيخيط الجرح. وبعدها بينقلوا له المستشفى. وهم في الطوارئ باروم بيسمع الدكتور يوهان بيكلم ست كبيره حاولت الانتحار وفشلت ببرود، وبيعرفها تعمل ايه لو عاوزه تنهي حياتها فعلا. ولان دكتور المخ والاعصاب الرئيسي ما بيبقاش موجود يوهان هو اللي بيعمل العمليه لتشيوك. فباروم بيكون قلقان على صاحبه جدا. وفي نفس اليوم بالليل الدنيا بتمطر، فبنت اسمها يونج يي كانت اتعرضت لاعتداء وهي طفله من جارها كانغ، والاعتداء ده كان في يوم مطر، ومن يومها وهي بتخاف تمشي في المطر لوحدها. المهم ان يونج يي بتخاف تروح للبيت لوحدها، فبتتصل بجدتها علشان تيجي تاخدها. ولما جدتها بتتاخر بتضطر تمشي لوحدها، وبيبان عليها انها مرعوبه وبتحاول تعدي الجسر لكنها ما بتقدرش. وفجاه شخص بيقرب منها فبتخاف، وفي اللحظه دي جدتها بتوصل وبتضرب الشخص ده، لكنها بتكتشف انه جارهم باروم وانه كان بيحاول يساعد يونج يي، لكن بسبب دم صاحبه اللي على هدومه افتكرته هيأذي حفيدتها. المهم ان باروم بيوصلهم للبيت، والجده بتصمم انه يدخل معاهم علشان يغير هدومه ويتعشى، فبيوافق. وعلى العشاء يونج يي بتعامله بعصبيه، ولما جدتها بتزعق لها بتسيبهم وبتروح اوضتها. وهنا الجده بتفتح باروم برغبتها في انه يتجوز حفيدتها، فبيقول لها ان فرق السن بينهم كبير وبيستأذن منها وبيروح لبيته. والصبح لما الجده بتفتح حفيدتها في موضوع جوازها من باروم بتتعصب عليها وبتقول لها انه كبير جدا عليها وبتسيبها وبتخرج من البيت. وبعد شويه الجده بتخرج من البيت، ولما باروم بيشوفها بتعرج بيعرف ان سبب تاخيرها على حفيدتها الليله اللي فاتت انها وقعت، فبيساعدها وبيعقم لها الجرح اللي في رجلها وبيحط لها عليه لاصق طبي، وبيقول لها ان الدنيا لو مطرت تاني ويونج يي بره البيت هو اللي هيوصلها. فالجده بتشكره. وعلى الجهه التانيه مقدمه برنامج مشهوره اسمها تشوي بتعمل برنامج عن جرائم القتل اللي بيحصل، وعلشان تجمع معلومات عن الموضوع بتروح لموتشي الاسم وبتفضل وراه لحد ما بيوافق انه يعرفها كل حاجه عن الجرائم اللي حصلت. فبياخدها لمسرح الجريمه الاول وهو الشارع اللي بيون اتقتلت فيه، والشارع ده كان قريب من بيتها جدا، وبيوري لها اثار حذاء القاتل على الارض، وبيقول لها ان رجله كبيره لكنه ذكي، وعلشان ما يقدروش يوصلوا ليه من بصمات حذائه كان شايل النعل. وبيوري لها صوره لظهر بيون وبيقول لها ان القاتل بعد ما قتلها جراها لمسافه 100 متر ورماها جوه المصرف اللي لقوها فيه، وبيقول لها انهم لقوا صباعها
بسرعة متوجه ناحية الكنيسة القريبة من المصرف، والخاتم اللي كانت لابساه ليلة الحادثة مفقود. وبعد كده بياخدها لنادي الألعاب الرياضية، وهناك بيوري لها المكان اللي اكتشفوا فيه الجثة، وبيقول لها إن المعمل الجنائي اكتشف إن الضحية اتضرب بعنف قبل ما يتحرق، وإن اللي ضربه كان عارف بالظبط الأماكن اللي بيضرب فيها علشان يسبب للضحية آلام رهيبة. وبيقول لها إنهم اكتشفوا إن قفازات الملاكمة بتاعت الضحية مفقودة، وإنهم عرفوا إنه كان بيعتز بيهم جدا لأن أخته اللي اتقتلت على إيد صائد الرؤوس جابتهم ليه هدية في نفس اليوم اللي صائد الرؤوس قتلها فيه. ده غير إنهم اكتشفوا إن في آثار لدم الضحية مخلوط بلعابه جوه صفحات من الإنجيل، والصفحات دي فيها آيات بتتكلم عن الانتقام وإن العين بالعين والسن بالسن. وفي الغالب القاتل أجبر ضحيته إنه يقرأ الصفحة دي بالتحديد قبل ما يقتله، وده معناه إن القاتل الحالي بيقتل ضحاياه بدافع الانتقام. وبرضه لقوا صباع في إيده مكسور وهو الوحيد اللي ما اتحرقش، وكان متوجه ناحية الكنيسة القريبة من الصالة الرياضية، وبيسألها لو كانوا قدروا يوصلوا لابن صائد الرؤوس، فبتقول له حتى لو لقيناه مش هعرفك مكانه لأنك عاوز تعرضه لنفس اللي حصل لك وانت صغير. فبيقول لها هو ده العدل، وأنا مصمم إنه يعيش بنفس الذكرى اللي أنا عايش بيها ومنغصها عليا حياتي. وفي المجمل القاتل بيقتل مشرد وواحدة تانية اختارها بشكل عشوائي، ولما البوليس بيكتشف جثتها بيلاقوها لابسة خاتم بيون وفردة جزمة تخص المشرد اللي لقوه مقتول من كام يوم، وكمان بيلاقوا مع الجثة قفازات الملاكمة وساعة تشيوك وتشوي، ورسالة من القاتل لموتشي بيتحدى فيها إنه يحل اللغز ويقدر يلاقيه. أما تشوي فبتعمل حلقة بتتكلم فيها عن القاتل المتسلسل وجرايمه، وبتقول للمشاهدين إن واضح إن القاتل ده مختل، وبتعرفهم إنه بعت لهم رسالة باسم زودياك بيقول لهم فيها أرجوكم ساعدوني لا أستطيع إيقاف نفسي. وده معناه إنه مريض نفسي ومش قادر يسيطر على رغبة القتل اللي جواه. وعلشان يقدروا يتعرفوا أكتر على نفسية القاتل بتعمل لقاء مع دانييل اللي بيشرح لها طريقة تفكير القتلة المتسلسلين. أما موتشي فبيقول لها إن في 2 من القتلة المتسلسلين بيقوموا بالجرائم دي في الفترة اللي فاتت، وهنا بنلاحظ إن واحد من القتلة بيتفرج على التقرير. وفي الأثناء دي يوهان بيزور أبوه في السجن بعد ما أمه حكت له كل حاجة عن ماضي أبوه. وعلى الجهة التانية يونج يي بتروح تسحب فلوس، وساعتها بتشوف خبر في التلفزيون عن إن المغتصب كانج دوك هيطلع من السجن بعد شهر، وساعتها بتترعب. وفي نفس اليوم بالليل دانييل بيروح القسم وبيراجع ملف جرائم القتل من أول ما بدأت من 25 سنة، وساعتها الضابط بيقول له إنهم عملوا اختبار كشف الكذب على جاي والجهاز أثبت إن الولد بريء. فدانييل بيقول له إن القتلة المتسلسلين بيقدروا يتحكموا في أعصابهم وسهل جدا إنهم يتخطوا جهاز كشف الكذب. وتاني يوم دانييل بيروح يزور يون، وهناك بيشوف صورة ابنها الدكتور، وبيعرف إن هي وابنها غيروا اسمهم ونقلوا لسكن جديد علشان مفيش حد يتعرف عليهم، وكمان بيعرف إنه دكتور جراح في المستشفى العام. فبيروح المستشفى وبيراقبه من بعيد، وعامة بيشوفه وهو بيخيط جرح لزعيم عصابة، ولما واحد من العصابة بيهدده بسكينة علشان يخيط الجرح كويس وبيحط المشرط على رقبته وبيقول له أنا بحركة واحدة ممكن أقطع شريان فتموت في لحظات، سيبنا أشوف شغلي من غير ولا كلمة. فالمجرم بيخاف وبيبعد السكينة عن يوهان، والموقف ده كفيل إنه يأكد لدانييل إن يوهان هو ابن قاطع الرؤوس. فبيتصل بيه وبيقول له أنا عارف إنك ابن قاطع الرؤوس وعاوزك تقابلني علشان أتكلم معاك في موضوع مهم. فيوهان بيوافق من غير تفكير، وبالليل دانييل بيروح للملاهي وهناك شخص بيهاجمه وبيخلص عليه وبياخد جثته وبيربطها بحجر كبير وبيرميه وسط البحر. وتاني يوم الصبح عامل النظافة بيشوف آثار الدم فبيبلغ الشرطة، وموتشي وزميله شين بيوصلوا وبيعاينوا مسرح الجريمة، وبيعرفوا من واحد من الضباط إنهم لقوا عربية دانييل مركونة قصاد الملاهي. ولما عملوا فحص DNA للدم اللي في مسرح الجريمة اتأكدوا إنه دم دانييل، لكنهم ما لقوش الجثة ولا سلاح الجريمة. وبعدها بالصدفة موتشي بيقابل أخوه الكاهن كو فبيتخانق معاه من غير أي سبب، وبيقول له أنا بكرهك، إزاي قدرت تسامح جون وأنت عارف إنه قتل أبونا وأمنا وتسبب لك في الشلل اللي أنت فيه دلوقتي. وبيقول له أنا بكرهك أكتر من كره الجون. وعامة موتشي بيروح للسجن وهناك بيقابل باروم وبيطلب منه يوري له الصندوق اللي لقى تشيوك جواه، وبعدها بيدي أوامر للفريق اللي معاه إنهم يفتشوا السجن كله ويدوروا على لبس تشيوك لأنه متأكد إنهم هيلاقوا فيه دليل ممكن يوصلهم للقاتل، خصوصا إن تشيوك هو الضحية الوحيدة اللي لقوه من غير هدوم. وبيطلب منهم كمان إنهم يدوروا على سلاح الجريمة فبينفذوا أوامره لكنهم ما بيلاقوش أي حاجة. وتاني يوم موتشي بيروح مع باروم للمستشفى وتحديدا لأوضة تشيوك اللي بيكون دخل في غيبوبة، وباروم بيقول له إن القاتل قطع صباعين من صوابع تشيوك وإن الدكاترة قدروا يرجعوا واحد بس لمكانه، لكن الصباع التاني كان الموضوع شبه مستحيل في إنه يرجع لطبيعته، علشان كده هو حطه بنفسه في شنطة حافظة جواها تلج وسلمه لإدارة المستشفى لحد ما يشوفوا هيعملوا إيه. فبيقول له هات لي الصباع ده على الاسم علشان أفحصه بنفسي. ولما باروم بيروح يستلم الصباع من التلاجة بيكتشف إنه مش صباع صاحبه، وده لأنهم كانوا بيصطادوا مع بعض الأسبوع اللي فات، والصباع ده بالتحديد اتصاب من السنارة واتخيط، لكن الصباع اللي معاه حاليا مفيش فيه أي إصابة. وهنا موتشي بياخد معاه باروم وبيروحوا للسجن وبيدوروا تاني على لبس تشيوك، وفي نفس الوقت بيكون كو في القداس مع المساجين وساعتها بيلاقي صباع تشيوك جوه الكاس فبيترعب. وفي نفس الوقت باروم بيلاقي دم نازل من سقف الكنيسة الخارجي
عادي. فموتشي بيجيب سلم وبيطلع على السطح، وساعتها بيلاقي الزي الرسمي لتشيوك وبيكون مغروس فيه سكينه بشكل بيأكد لموتشي ان القاتل اعصر، يعني اشول لو مش واخد بالك. وفي نفس اليوم بالليل موتشي بيعرف ان في معلومات اتسربت للاعلام عن القضيه، فبيشك في تشوي، فبياخد بعضه وبيركب العربيه وبيروح عند بيتها. وساعتها بيتفاجئ انها مع واحد في الجراج وواقفين قريبين مع بعض، وما بيقدرش يعرف انه يوهان لانه بيشوفه من ظهره. والصبح باروم بيتفرج على برنامج وثائقي في التلفزيون عن ولد صغير اسمه هان، وبيعرف ان ابو الطفل ده هجره من زمان، وهان بيطلب من ابوه انه يرجع له تاني. فباروم بيتاثر جدا بكلام هان. وعلى الجهه التانيه اداره المدرسه بتتصل بجده يونج يي وبتطلب منها تيجي فورا. ولما بتروح المدرسه بتعرف ان حفيدتها ضربت زميلتها وانها ممكن تترفد من المدرسه بسبب اللي عملته. فالجده بتترجى البنت وامها انهم يسامحوا حفيدتها. وساعتها يونج يي بتتضايق من جدتها وبتقول لها ما تترجيش حد، انا مش عاوز اكمل في المدرسه. ولما هما الاثنين بيطلعوا من المدرسه يونج يي بتتعصب جدا على جدتها وبتقول لها انت سبب في كل اللي بيحصل لي، البنت دي كانت بتتنمر عليا بسبب اللي حصل لي زمان، ولو ما كنتش خرجت بالليل علشان اجيب لك العصير اللي بتحبيه ما كانش المغتصب اتعرض لي. وبتسيبها وبتمشي. وساعتها الجده بتحس بالحزن وبتقرر انها تشتغل علشان تجمع فلوس الغرامه اللي ام البنت طلبتها من الجده علشان تسحب الشكوى اللي قدمتها ضد يونج يي. فبتروح لمكتب تشغيل خادمات وبتطلب شغل من صاحبه المكتب، لكنها بترفض بسبب سنها. ولما صاحبه المكتب بتخرج وبتسيبها لوحدها التليفون بيرن، فالجده بترد على التليفون وبتاخد عنوان البيت اللي صاحبته طالبه خادمه تشتغل فيه باليوم. وقبل ما تمشي بتملى شنطتها من العصير اللي موجود في المكتب علشان تديه لحفيدتها. وبعدها بتروح على العنوان واللي بيطلع انه بيت يوهان اللي بيقول لها ان امه هي اللي طلبتها، لكنه ما بيحبش حد غريب ينظف له البيت، لكنها بتصمم انها تشتغل. وبعد شويه يوهان بيسيبها وبينزل لاوضه سريه في الشقه. وفي الوقت ده بيجيله اتصال من موتشي وبيطلب منه فيه انه يقابله فورا، وده لانه عرف ان يوهان هو اخر واحد كلم دانييل قبل ما يتقتل. فبينسى مفتاح الاوضه في الباب وبيسيب للجده مرتبها في ظرف وبيخرج من البيت بسرعه. وبيروح يقابل موتشي اللي بيساله كنت فين الليله اللي فاتت الساعه 10 بالليل بالظبط. فبيقول له كنت مع واحد صاحبي. فموتشي بيقول له تعرف دكتور اسمه دانييل؟ فبيقول له مين في كوريا ما يعرفوش. فبيساله هو كلمك الليله اللي فاتت؟ فبيقول له تقريبا اتصل بيا بالغلط. فموتشي بيقول له المكالمه كان مدتها 3 دقايق، يبقى ازاي كان اتصال بالغلط؟ فبيقول له يمكن اكون نسيت انهي الاتصال لحد ما هو قفل من عنده. فموتشي بيقول له اكتب لي اسم صاحبك اللي كنت معاه. فبيكتب له اسمه، وفي اللحظه دي بيفتكر انه ساب المفتاح في باب الاوضه، فبيسيب موتشي وبيجري على البيت. ولما بيرجع بيلاقي الجده بتتعامل معاه عادي وبتقول له انها خلصت شغلها وهتمشي. وبعد ما بتسيب البيت بيكتشف انها ما خدتش الفلوس، فبينزل الاوضه السريه وساعتها بيلاقي صوره من صور ضحاياه اللي هو معلقهم على الحيطه اختفت. فبيعرف ان الجده كشفته، فبينزل زي المجنون يدور عليها. وساعتها بيلاقيها واقفه على المحطه وبتركب الاتوبيس قبل ما يوصل لها، فبيفضل ماشي وراها بالعربيه بتاعته. وفي الاثناء دي الجده بتكون ماسكه في ايديها صوره الضحيه وبتفتكر لما شافت تقرير عن قتلها في التلفزيون. المهم انها بتوصل للقريه بالليل وساعتها بتتفاجئ ان القاتل بيطاردها، فبتتصل بباروم اللي للاسف بيكون مشغول فما بيردش عليها. فبتبعت له رساله بتقول فيها انها عرفت مين القاتل وبتطلب منه يجي لها، وبتكتب له العنوان اللي هي فيه. في الوقت ده القاتل بيكتشف مكانها فبيطاردها لحد ما بتدخل لمصنع قديم وهناك بيقتلها وبيحرق الصوره اللي معاها. وعلى الجهه التانيه باروم بيشوف الرساله فبيروح لها بسرعه، ولما بيسمع صوت رنة تليفونها بيمشي ورا مصدر الصوت لحد ما بيوصل للمصنع وبيشوفها، وساعتها بيتصدم. وفي اللحظه دي بيلمح القاتل فبيطارده وبيجري وراه لحد الشارع. وفي المجمل يوهان بيضربه بايده الشمال بعنف وبيقدر انه يهرب منه، لكن باروم بيطارده مره تانيه لحد ما بيطلع على الطريق الرئيسي. وساعتها عربيه بتخبطه فبيقع على الارض، وقبل ما بيفقد الوعي بيشوف يوهان وهو واقف بين الناس اللي اتجمعوا حواليه، لكنه ما بيقدرش يحدد ملامحه كويس وبعدها بيفقد الوعي. في الاثناء دي موتشي بيكون وصل لمسرح الجريمه، ولما بيشوف الجده بيتصدم لانه شافها زمان وهي بتواسي يونج يي في الاسم بعد ما تعرضت للاغتصاب، وكان باين انها بتحب حفيدتها جدا. ولما بيعاين الجثه بيلاقيها ماسكه في ايديها باقي الصوره فبياخدها. ولما بيخرج من المصنع بيلاقي كل سكان الحي متجمعين بعد ما كلهم سمعوا سرينه عربيات الشرطه وعرفوا ان في جريمه حصلت في الحي بتاعهم. ولما يونج يي بتعرف ان جدتها هي اللي اتقتلت بتنهار وبتفضل تصرخ بطريقه هستيريه لان جدتها هي اللي كانت باقيالها من الدنيا. وموتشي بيحاول يهديها، وعامه موتشي بيروح لباروم المستشفى وساعتها بيلاقيه منهار وحاسس بالذنب لانه لو كان رد على الجده كان قدر يوصل لها في الوقت المناسب. فموتشي بيقول له انسى الكلام ده دلوقتي وبيساله عن اللي حصل، فبيحكي له كل حاجه وبيقول له ان القاتل اشول لانه كان بيضربه بعنف بايده الشمال. فبيقول له شفت شكله؟ فبيقول له لا، الدنيا كانت ضلمه لكن ريحته كانت شبه ريحه النعناع. وعلى الجهه الثانيه يون بتوصل لشقه ابنها يوهان، وفي الاثناء دي هو بيكون في الحمام، وهنا امه بتشوف لبسه اللي بيكون كله دم فبتتاكد ان ابنها ورث جينات ابوه وبيكمل مسيرته، لكنها ما بتبينش ليه اي حاجه. ولما بتنزل من عنده بتكون منهاره. وبعد كده يوهان بيقدر يعرف الاوضه اللي باروم نازل فيها في المستشفى وبيروح له وبيطلع حقنه من جيبه فيها ماده سامه علشان يحقنه بيها، لكن في الاثناء دي يونج يي
تشوي بتوصل وبتفضل تصرخ، ولما بتدخل الأوضة يوهان بيطلع بسرعة. أما يونج فبتتعصب على باروم وبتقول له ليه ما ردتش عليها، أنت السبب في إنها اتقتلت، لازم توصل للي قتلها وتنتقم منه. المهم إن باروم لما بيطلع من المستشفى هو اللي بيخدم على الناس في مراسم تأبين الجدة، وبيدفنها بدل ما يحرق جثتها علشان يونج تقدر تزورها في أي وقت، وبيرجع مع يونج لبيتها وبيفضل جنبها. في الوقت ده تشوي بتوصل لشقة يوهان، وساعتها بتلاقي ضمادة جرح لونها حريمي مرمية على الأرض، فبتاخدها وبترميها في الباسكت. وطبعا هي ما بتبقاش عارفة إن الضمادة دي وقعت من على رجل الجدة وهي بتنظف الشقة. وتاني يوم موتشي بيطلب شين إنه يروح لصاحب يوهان اللي كتب له اسمه ويتأكد منه إن كان يوهان قابله في وقت ارتكاب الجريمة، فبينفذ اللي طلبه منه، وبيقدر بصنعة لطافة إنه ياخد منه التليفون ويتظاهر إنه بيعمل مكالمة، لكنه في الحقيقة بيتصل بآخر رقم في قائمة الاتصال. وساعتها يوهان بيرد عليه وبيكلمه على إنه صاحبه، وبيقول له قلت للظابط اللي اتفقنا عليه. وهنا شين بيتأكد إن في حاجة غلط وبينهي الاتصال وبيرجع له التليفون. ولما بيخرج من المكان بيكلم موتشي وبيحكي له اللي حصل. في الوقت ده يوهان بيتصل بصاحبه وبيقول له انت قفلت ليه؟ فبيقول له انا ما اتصلتش بيك من الاساس. فبيكشفوا حيلة شين، وهنا يوهان بيعرف ان صاحبه ده بقى خطر عليه، فبيروح له شقته وبيخلص عليه. وعلى الجهة التانية موتشي بيبتدي يراجع الكاميرات اللي موجودة في الشارع في يوم موت الجدة، وبيقدر يوصل للحي اللي فيه بيت يوهان، وبيوري صورة الجدة لكل سكان الحي، لكن مفيش حد منهم بيتعرف عليها. وقبل ما يرن جرس بيت يوهان قائد الشرطة بيتصل بيه وبيطلب منه يجي الاسم فورا، فبيروح على هناك. وفي نفس الوقت يوهان بيروح للملاهي وبيستدرج يوهان وبيخطفه. وفي المجمل قائد الشرطة بيقول لموتشي انه هيعمل مؤتمر صحفي وهيلتزم بالخطاب اللي هو هيسلمه له، وبيطلب منه ما يسمحش للصحفيين انهم يستفزوه. فبياخد منه الخطاب وبيروح للمؤتمر الصحفي، وبيعرف الصحفيين ان لحد الوقت اللي بيكلمهم فيه تم ارتكاب 6 جرائم قتل، وانهم متأكدين ان مرتكب الجرائم دي هو قاتل متسلسل مختل، وبيوعدهم انهم هيوصلوا ليه قريب. فبيسألوه ان كان في عامل مشترك بين الضحايا، فبيقول لهم لا، لكن بعدها بيفكر شوية وبيقول ازاي ما فكرتش في الاحتمال ده قبل كده. في الاثناء دي موتشي بيجيله اتصال من القاتل بيقول له فيه انت محقق شاطر، وفعلا انا بختار الضحايا على اساس عامل مشترك بينهم، بس السؤال هنا انت هتقدر توصل للعامل المشترك ده ولا لا؟ لو ما قدرتش توصل ليه انا هقتل طفل هان اللي الناس كلها اتعاطفت معاه. وبيقول له لازم تعرف انا خطفت طفل ده ليه، والا هقتله وهتكون انت السبب في موته. وهستناك تطلع في برنامج بث مباشر في التلفزيون مع تشوي، والبرنامج زي ما انت عارف بيبتدي 10 وبيخلص 11، ولو ما قدرتش تعرف خلال الساعة دي ازاي بختار الضحايا اللي بقتلهم واللي اخترت الطفل ده بالتحديد هقتله قدام الناس. لكن موتشي بيرفض انه يطلع في البرنامج، وساعتها تشوي بيطلب منه انه يقبل التحدي لكنه بيرفض. فباروم بياخد معاه صديقه حارس السجن كوانغ وام هان، وبيروحوا لموتشي، والام بتترجاه انه يوافق يطلع في البرنامج علشان ينقذ حياة ابنها. فبيوافق لكن بشرط انهم يبعدوا عن الاسم ويدرسوا تفاصيل كل الجرائم من الاول. فبيوافقوا وبيختاروا انهم يعملوا كده في بيت باروم. وفعلا موتشي وتشوي وكوانغ كلهم بيروحوا لباروم البيت وبيبداوا يدرسوا القضايا وتفاصيلها من الاول. تاني يوم موتشي بيطلع مع تشوي في البرنامج وبيبتدي يتكلم معاها عن تفاصيل الجرائم، وساعتها بيقول لها ان القاتل مغرور وشايف انه اعظم من اي قوة في الكون، والست ضحايا اللي قتلهم كلهم كانوا بيعافروا في الدنيا علشان يقدروا يعيشوا، وكلهم ارتكبوا الخطايا السبعة لدانتي، وهي الكبرياء والغضب والحسد والكسل والطمع والشراهة والشهوة. بس انت بتعاقبهم بالعكس، يعني المفروض انه يكون جشع اتبرع بكل فلوسه للفقراء وعاش مشرد، واللي المفروض انها شرهة كانت بتعمل برنامج للاكل على اليوتيوب، وبعد ما البرنامج يخلص كانت بترجع الاكل كله، واللي المفروض انه يكون مغرور وهو تشوك كان متواضع وهكذا. والولد الصغير كان المفروض انه يكره ابوه لكنه سامحه. وهنا القاتل بيتصل بيه وبيقول له برافو عليك، انت فعلا اكتشفت الحاجة المشتركة بين الضحايا. فموتشي بيقول له يبقى تنفذ وعدك وتحرر الطفل. وفجأة القاتل بيبعت لينك بس مباشر للقناة وبيطلب منهم يعرضوه، فبينفذوا اللي طلبه. وهنا موتشي بيتفاجئ ان القاتل حاطط السكينة على رقبة كو اخوه، وبيقول له اخوك سامح جون صائد الرؤوس، مع انه المفروض يكرهه لانه قتل ابوكم وامكم، فلو دلوقتي اعترف انه بيكرهه مش هقتله. وفي اللحظة دي موتشي بينهار وبيصرخ وبيعتذر للقاتل لانه اتحداه وبيترجاه يرحم اخوه، وبيقول له اقتلني انا وسيبه. وبيقول لاخوه ارجوك قول له انك بتكره اللي قتل ابونا وامنا. فاخوه بيقول له لا انا سامحته. فبيقول له ارجوك قول له انك بتكرهني انا بسبب معاملتي ليك. فاخوه بيكلمه بمنتهى السلام النفسي وبيقول له انا بحبك يا موتشي، خلي بالك من نفسك. وفي اللحظة دي القاتل بيذبح كو قصاد اخوه اللي بينهار تماما وبيفضل يصرخ بطريقة هستيرية. وقبل ما القس يطلع في الروح بيقول للقاتل بدعي ربنا انه ينقذ روحك من الظلام، وبعدها بيموت. وفي الاثناء دي يونج يي بتوصل للكنيسة وهي معاها سكينة علشان تنتقم لجدتها بعد ما شافت القاتل في التلفزيون وقدرت تتعرف على المكان اللي هو فيه. وعامة بتشوف القاتل وبتهاجمه وبيدخلوا مع بعض في معركة شرسة. وفي اثناء المعركة بتبعت رسالة لموتشي بتعرفوا فيها مكان جثة اخوه، وهنا القاتل بيمسكها من رجليها وبيسحلها على الارض وبينزل ضرب فيها، فبتغلس السكينة في دراعه الشمال. وساعتها
وساعتها بيطلع السكينه وبيقدر انه يجرحها، وقبل ما يخلص عليها بيسمع صوت سرية عربيات الشرطه فبيطلع يجري. في الاثناء دي الشرطه بيدخلوا الكنيسه وبيلاقوا القس مقتول ومتعلق بحبل في السقف، وبيشوفوا يونج يي وهي فقدت الوعي فبيطلبوا لها الاسعاف وبتتنقل للمستشفى العام. وفي نفس الوقت بارون بيكون وصل، ولما بيحاول يدخل الكنيسه بيلاقي ناس كتير متجمعين قصادها وبيشم ريحه نعناع، وبيفتكر انه شم الريحه دي لما قرب من القاتل وكان بيحاول يمسكه بعد ما قتل الجده. المهم ان موتشي بيدخل الكنيسه، وطبعا لما بيشوف اخوه بينهار. وتاني يوم القاتل بيصور هان فيديو وبيبعته للتلفزيون، والولد في الفيديو صحته بتبقى كويسه وما بيبقاش فيه اي اصابات. اما موتشي فبيدخل في حاله عصبيه وما بيعرفوش يهدوه غير لما بيدوله حقنه مخدره. وتاني يوم بيحضر جنازه اخوه، ومن بعدها بيجيله اكتئاب وبيحبس نفسه جوه شقته. اما يونج يي فبتستعيد وعيها في المستشفى، ويوهان هو اللي بيعاين حالتها وبيفتح معاها كلام وبيسالها ان كانت شافت وش القاتل، فبتقول له لا، فبيقول لها كويس لانك لو كنت شفت وشه كان قتلك. وقبل ما يخرج من الاوضه بتقول له هو احنا ما شفناش بعض قبل كده. وفي اللحظه دي بارون بيوصل فيوهان بيخرج من الاوضه، وبارون بيتعصب عليها بسبب اللي عملته. في الاثناء دي بيوصل فريق من الشرطه وبيسالوها لو كانت شافت المجرم، فبتقول لهم لا الدنيا كانت ضلمه بس هو كان قوي جدا وما كانش اشول. وساعتها كلهم بيستغربوا. في الاثناء دي يوم بتوصل للمستشفى، ولما بتشوف ابنها بتلاقيه واقف قصاد اوضه يونج يي وبعدها بيمشي، فبتروح تقف عند الاوضه ووقتها بتشوف بارون وهو معاها في الاوضه وبتسمعها وهي بتقول له انها افتكرت انها جرحت المجرم في ايده الشمال. وهنا يوم بتعرف ان ابنها هو اللي كان بيحاول يقتلها، وانه كان واقف قصاد الاوضه علشان يسمع كلامها مع الضابط ويطمن انها ما كشفتهوش. فبتسيب المكان وبتمشي وهي متوتره ومتضايقه جدا. ولما يونج يي بترجع البيت ما بتعرفش تعمل اي حاجه لنفسها بسبب الجروح اللي في ايديها. وعامه بارون بيوصل وبيشوف حالتها فبياخدها تعيش معاه في بيته علشان ياخد باله منها. وعلى الجهه التانيه القاتل بيبعت فيديو لموتشي بيقول له فيه انه لو ما قبضش عليه في خلال 3 ايام هيقتل هان. فبيقرر انه يرجع تاني يحقق في القضيه، وبيفتكر انه مفتش كويس في متعلقات الجده في يوم موتها. فبيفتح شنطتها وساعتها بيلاقي جواها علب عصير من نوع معين، وبيفتكر انه شاف صاحبه شركه التوظيف وهي شايله شنطه فيها نفس نوع العصير ده بكميات كبيره وكانت داخله بيهم للشركه. فبيروح للشركه وبيواجهها باللي عرفه، وساعتها بتعترف بالحقيقه. فبيطلب منها انه يراجع الكاميرات، وعن طريقها بيعرف ان الجده ردت على التليفون وخدت عنوان اللي بيتصل بيها. فبيقدر يوصل للرقم اللي اتصل بالشركه في نفس وجود الجده، وبيعرف انها يون. فبيروح لها البيت، وساعتها بيفتكر انه شافها قبل كده لكنه ما بيبقاش فاكر فين وامتى. وهو هناك بيلاحظ ان في رساله ايداع بنكي باسمه على تليفون يون، وساعتها بيفتكر لما راح لها زمان وطلب منها فلوس علشان عمليه اخوه. ومن يومها وهي بتبعت له مبلغ ثابت كل شهر، وبكده بيتاكد ان ابنها يبقى ابن جون صائد الرؤوس. ولما بيسالها انت لما اتصلتي بالوكاله طلبتي خادمه ليكي، بتقول له لا لشقه ابني، ودايما كانوا بيبعتوا نفس العامله لكن اخر مره بعتوا عامله مسنه على غير العاده. وبعد شويه تحريات بيقدر يعرف ان ابنها ما هو الا الدكتور يوهان. فبيروح لشقته وبيفتشها، وساعتها بيوصل للاوضه السريه لكن قبل ما يكسر قفل الباب بيسمع صوت يوهان. فبيروح يستخبى في الجراج، وهناك بيلاقي حذاء عليه اثر دم. فبياخده وبيرميه في باسكت القمامه اللي قصاد بيت يوهان، وبعدها بيبعت الحذاء للمعمل الجنائي لكنهم بيكتشفوا ان الدم ده مش دم دانييل. ولما بيقارنوه بدي ان ايه باقي الضحايا ما بيتطابقش معاهم. وعلى الجهه التانيه بارون وتشوي بيروحوا للسجن، وهناك بيدوروا في سجل الزوار مره تانيه في اليوم اللي تشوك اتصاب فيه. وساعتها بيعرفوا من الدكتور ان زميله يوهان زاروا اليوم ده لانه نسي بطاقته التعريفيه، فاتصل بيه فخرج له على البوابه ودخله للاسم بدون ما يسجل اسمه في السجلات. والكلام ده بيفكر تشوي بالضماده الحريمي اللي لقيتها في شقه يوهان. فبتروح للشقه وبتدور عليها لحد ما بتلاقيها واقعه على الارض جنب الباسكت. فبتاخدها، وفي اللحظه دي يوهان بيوصل وبيقول لها ما اتصلتيش ليه قبل ما تيجي. فبتخبي الضماده في هدومها وبتقول له انها حست انها عاوزه تشوفه علشان كده جت على طول. وبعد كده بتكتشف انها حامل منه. وفي نفس اليوم بالليل يونج يي بتتفاجئ ان يوهان دخل لبيت بارون وبتكون معاه سكينه وبيدور عليها في البيت. وساعتها بتترعب وبتتصل بموتشي وبتقول له الحقني بسرعه انا في بيت بارون والقاتل هنا بيدور عليا. وبتنهي الاتصال، ولما بتلاقي القاتل بيقرب من اوضتها بتهرب من باب صغير في الاوضه وبتخرج على الجنينه. وساعتها بارون بيوصل وبيهربها وبيقول لها اتصلي بالشرطه. فبتطلع تجري، وفي الاثناء دي بيكون موتشي وصل فبتحكي له على كل حاجه. فبيجري ناحيه بيت بارون فبيشوف يوهان وهو ماسك شاكوش وبيضرب بيه بارون. فبيطلع مسدسه وبيضربه بالنار. وهنا يوهان بيقع على الارض جنب بارون اللي بتكون راسه بتجيب دم من كل حته. ولما موتشي ويونج يي بيطلعوا على سطح البيت وبيشوفوا منظر الاتنين بيتوتروا، وموتشي بيتصل بالاسعاف والاتنين بيتنقلوا على المستشفى وبيدخلوا العمليات. وعامه مدير المستشفى بيعمل مؤتمر صحفي وبيعرف الصحفيين ان حاله يوهان مستقره اكتر من حاله بارون اللي نص الفص الامامي من مخه مصاب باصابات خطيره، وبيعرفهم انهم هيدخلوه عمليات تاني بعد ما حالته تستقر. وعلى الجهه التانيه جون بيعرف اللي حصل ليوهان وبارون، وتاني يوم بتتعمل لبارون عمليه خطيره في المخ. وناس كتير بتكون شايفه
لها ان بارون بطل، وان اللي حصل له ده بسبب انه كان عاوز يخلصهم من القاتل اللي بيهدد حياتهم، فكلهم بيتمنوا له الشفاء وبيتابعوا اخباره اول باول. اما يونج يي فبتروح لاوضه يوهان وبتفصل عنه كل الاجهزه، وبعدها بتخنقه فبيموت. ومدير المستشفى بيعلن للصحفيين ان يوهان مات. في الوقت ده رئيسه الوزراء بتشوف خبر في التلفزيون عن تراجع شعبيه الرئيس والحكومه عند الشعب بنسبه 40% بسبب عدم قدرتهم على السيطره على الجرائم اللي بتحصل في البلد. وبعد فتره باروما بيفوق، لكنه بيكون مصاب بفقدان مؤقت في الذاكره، وما بيفتكرش لا يونج يي ولا حتى خالته وجوزها اللي ربوه من بعد موت امه وابوه وهو صغير. والدكتور بيعرفهم ان الموضوع ده مؤقت، وانه هيبتدي يفتكر كل حاجه بالتدريج. ولما بيطلع من المستشفى بيعزل من البيت وبيروح يسكن في بيت في قريه خالته علشان تاخد بالها منه. المهم ان موتشي بتعمله لجنه تاديبيه، ولما بيحاولوا يبرئوه من قتل يوهان بيقول لهم لا انا قتلته، احكموا عليا بالسجن علشان اوصل لابوه واقتله. ولما بيرفضوا بيحاول يهاجمهم، ولما شين بيحاول يبعد عن المفوض بيخبط المفوض بالغلط وبيجرحه، وبتكون النتيجه ان رتبه موتشي بتنخفض وبيتعزل عن الخدمه لمده سنه. وشين بيتنقل لقريه بعيده، وبتكون هي نفس القريه اللي باروم عايش فيها في الوقت الحالي. المهم ان بعد سنه بتكون فتره الانتخابات الرئاسيه بدات، وموتشي بيرجع للشغل لكن كامين حفظ الادله مش محقق في جرائم العنف. اما زميله شين فبيكون في شغله في القريه وبيستعد علشان يسلم مهام وظيفته للضابط الجديد، وبيرجع تاني لشغله في وحده جرائم العنف. وبيكتشف ان الضابط الجديد ما هو الا باروم، ورئيسه في الشغل بيقول له اديله المهام البسيطه بس، لان عندنا اوامر من رئيسه الوزراء اننا ما نتقلش عليه في الشغل ونسيبه يجي ويمشي براحته، لان عقله لسه ما رجعش لطبيعته. ده غير انه في نظر الناس بقى بطل، والحكومه عاوزينه يبقى واجهه يبنوا بيها قاعده شعبيه ليهم في الانتخابات. ولما شين بيتكلم مع باروم بيعرف منه ان ذاكرته رجعت له، لكن في حاجات لسه مش فاكرها. والغريبه ان شخصيته بتكون اختلفت تماما، وبقى شخص حاد الذكاء، وقوته بقت اكبر لدرجه ان لما حرامي بيسرق شنطه من واحده في الشارع وبيهرب بالموتوسيكل بيجري وراه وبيقدر يحصله وبيشل حركته. وفي الاثناء دي بيكتشف وجود جثه لست بتكون ايديها متكتفه ورا ظهرها بحبل، فبيقدر يعرف نوع العقده وانها ما اتقتلتش بغرض السرقه، بالرغم من ان شنطتها ما بيبقاش فيها فلوس او اي متعلقات شخصيه. وفي نفس اليوم بالليل صاحبه كوانغ بيعزمه في مطعم علشان يتعرف على خطيبته، وبيكون عازم معاه اصدقاء مشتركين ليه هو وخطيبته. ولما واحد منهم اسمه بونغ بيقول لكوانغ خطيبتك كانت فتاه ليل وبالرغم من كده انت هتتجوزها، ساعتها كوانغ بيقوم يتخانق معاه، وباروم بيتدخل وبيضرب بونغ بعنف فبيكومه على الارض. وبعد كام يوم بيقابل موتشي بالصدفه فبيقدر يفتكره وبيسلم عليه وبيروحوا يشربوا حاجه مع بعض. وبس يا سيدي باروم بيوري الموتشي صور خدها بتليفونه للجثه اللي لقاها من كام يوم، وبيقدر انه يحلل مسرح الجريمه ونفسيه القاتل بدقه. وبيكون واضح ان الضحيه كانت تعرف القاتل، وانه كان بيستمتع وهو بيعذبها وبيخنقها بايديه. القاتل ده مختل عنده جنون العظمه، ولو ما قدرناش نقبض عليه بسرعه هيرتكب جريمه تانية قريب. فموتشي بيستغرب من التغيير اللي حصل في شخصيته ومن وصفه الدقيق لنفسيه القاتل المختل. ولما موتشي بيرجع لمخزن الادله بيفتح صندوق ادله من مسرح جريمه لصائد الرؤوس، وساعتها بيلاقي حبل معقود بنفس العقده اللي باروم وراها له، وفعلا بيتم ارتكاب جريمه تانية. وبالرغم من عدم وجود حبال في مسرح الجريمه الا ان موتشي بيقدر يشوف في الصور اثار ربط على ايد الضحيه، فبيروح لمسرح الجريمه وفعلا بيلاقي حبل عليه اثار دم. فبيكلم باروم وبيديله العنوان، وزي المره اللي فاتت باروم بيوصف له اللي حصل بالظبط، وهو نفسه بيكون مستغرب من استنتاجاته واللي بيكتشفوا انه كلها صح. ولما بيربطوا الامور ببعضها بيوصلوا لان في شخص بيقلد جون، وفي الغالب جون هو اللي علمه طريقه العقده دي. فبياخدوا بعضهم وبيروحوا يزوروا جون في السجن، لكنه بيرفض يقابل موتشي وبيطلب انه يقابل باروم لوحده. وساعتها باروم بيوريه الحبل القديم اللي كان مكتف فيه بنت المحقق بارك قبل ما يقتلها من 25 سنه، وبيقول له في شخص دلوقتي بيقتل ضحاياه وبيكتفهم بالحبال بنفس طريقتك زمان، انت علمت العقده دي لمين؟ فبيرد عليه ببرود وبيقول له ما علمتهاش لحد. وفي اللحظه دي بيوري له فار معاه وبيقول له ان الفار ده عايش معاه في الزنزانه. وهنا باروم بيشوف ذكرى للطفل جاي وهو بيصطاد فار وبيحطه في الصندوق الازاز للتعبان. ولما الفار هرب من الصندوق الازاز وجري جاي جري وراه، وفجاه ظهرت بنت اكبر بشويه من جاي وداست على الفار وقتلته. وهنا بنرجع تاني للوقت الحالي وبنشوف باروم وهو ماسك راسه وحاسس بألم رهيب، وجون بيراقبه بمنتهى البرود. وفي المجمل لما باروم بيخرج من السجن بيقول لموتشي جون مش هو اللي ربط العقده دي زمان، بدليل ان الفار اللي كان معاه دلوقتي كان مصاب، وجون استخدم الخيط الطبي وربط له العقد في الاتجاه اليمين، لكن العقده اللي لقوها كان واضح ان اللي ربطها شخص اشول، وده معناه ان في شخص كان بيساعد جون والشخص ده اشول. وبكده بيتاكدوا ان جون مش هو اللي قتل بنت الضابط بارك من 25 سنه فاتوا. وفي الاثناء دي بتكون تشوي بتدور على سبق اعلامي وبتقدر تعرف الجريمتين اللي حصلوا وموضوع الحبل وطريقه العقده، وبتفتكر لما زمان ندهت على سونغ وطلبت منها تساعد ابوها، لكن الصدمه بتكون ان جون من 25 سنه كان خاطف تشوي وكان بيجبرها انها تساعده في استدراج ضحاياه، وانه كان بيخليها تكتفهم قبل ما يقتلهم، وهي اللي كانت بتربط
العقدة بالشكل ده. وعامة موتشي وبارون بيرجعوا يحققوا تاني في القضايا القديمة لحد ما بيوصلوا لظابط شاف عربية غريبة فيها شخص وجنبه طفل عنده 10 سنين في نفس اليوم اللي سونغ اتقتلت فيه. ولأن اليوم ده كان الجو صعب جدا والتلج بينزل من السماء ما قدرش يشوف وش السواق ولا الطفل اللي جنبه. ولما بيرجعوا لمركز الأدلة موتشي بيفتح صندوق من الصناديق وساعتها بيعرف ان في شخص فتح الصندوق وغير اماكن الأدلة. فبيراجع الكاميرات وبيعرف انها تشوي فبيروح لها وبيواجهها باللي عرفه وبيسألها ايه اللي خلاكي تعملي كده. فبتقول له انها كانت بتدور على سبق اعلامي مش اكتر وبتقدر تقنعه انها تنضم ليه هو وباروم علشان يوصلوا للمجرم. ولما هي وموتشي بيسمعوا تحليل باروم لشخصية المجرم ودقة وصفه لكل تفاصيل الجريمة هما الاتنين بيستغربوا. وموتشي بيقول له في حاجة في العملية غيرتك وخلتك بتفكر زي القتلة المختلين فما بيبقاش عنده اي تفسير للموضوع ده. وبالليل بيقابل صاحبه اللي بيفكره انه كان قال له انه ناوي يتجوز يونج يي لكنه باروم ما بيبقاش فاكرها خالص. ولما بيرجع البيت خالته بتطبخ له الاكل اللي هو بيحبه لكنها بتتفاجئ انه ما بقاش يحب النوع ده من الاكل بالتحديد. ولما بيرجع لبيته القديم بيفتكر ذكرى ليه هناك لكن في نفس الوقت بيشوف قصاده جاي وساعتها بيحس بألم في دماغه. ولما بيخرج من البيت بيشوف ذكرى للي حصل ليونج يي على الجسر وكمان بيشوف جدتها وهي بتوصيه عليها وبيفتكر كل ذكرياته مع يونج يي فبيدور عليها لكن ما بيلاقيش ليها اي اثر. وعلى الجهه التانيه كانج دوك اللي اغتصب بيونج يي وهي صغيره بيروح للمحامي وو وبيقول له انه لسه طالع من السجن وبيطلب منه يعرف له طريق يونج يي علشان يروح لها ويطلب منها انها تسامحه. وهنا بنعرف ان وو كان بيدافع عن كانج زمان في القضيه لكن لما اتاكد انه فعلا هو اللي ارتكب جريمه الاغتصاب اعتذر عن الدفاع عنه. المهم انه بيرفض يعرفه عنوانها وفي الاثناء دي باروم بيكثف تحرياته لحد ما بيعرف عنوان يونج يي. ولما بيروح لبيتها بينادي عليها لكنها ما بتردش عليه. وفي نفس الوقت بيكون في شخص قدر يدخل لبيت يونج يي وبيحاول التعدي عليها لكنها بتقدر تدافع عن نفسها فبيطلع يجري. وفي الاثناء دي بيخبط في باروم وبعدها بيهرب. ولما باروم بيشوف يونج يي بيطرد الشخص ده بيجري وراه لحد ما بيمسكه وساعتها بينزل فيه ضرب بعنف. وفي اللحظه دي بيفتكر ذكرى قديمه لشخص بيتضرب بعنف فبيحس بألم في راسه. والمجرم بيستغل الموقف وبيحاول يقتله لكن يونج يي بتوصل وبتضرب المجرم على راسه وبعدها بتفقد الوعي فبينقلها هي والمجرم للمستشفى. وبعد كده بيعرفوا ان المجرم ده هو اللي بيغتصب الستات وبيقتلهم. ولما موتشي بيواجهه بجرايمه ما بينكرش وبيعترف ان هو اللي قتل هيون سو بنت الضابط بارك من 25 سنه. وللاسف الشخص ده بيطلع انه كان شرطي سابق وكان زميل بارك اللي لما بيعرف انهم قبضوا على اللي قتل بنته وانه محجوز في المستشفى بيتصدم وبيروح على هناك. ولما بيكتشف ان زميله السابق بيل هو اللي قتل بنته بيصرخ وبيقول له ليه عملت فيا كده. فبيرد عليه ببرود وبيقول له لانك كنت دايما سابقني بخطوه ودايما كنت بتترقى وانا واقف في مكاني. وعلى فكره انا لما لقيتها كانت عايشه فخنقتها بايدي واستنيتك تشوفها وهي مقتوله لاني كنت عاوز اشوف في عينيك لحظه الانكسار واتشفى فيك. وفي اللحظه دي بارك بيفقد اعصابه وبيحاول يخنقه فتشوي بتقول له سيبه لكنه بيزقها. وفي اللحظة الأخيرة بيبعد عنه لكن بعدها بينهار تماما. ولما بيخرج من الأوضة شوي بتقرب من بيل وبتقول له أنت ليه كدبت عليه. وهنا بيل بيبص لها وبيقول لها أنت بنته فما بتردش عليه. وعامة بتاخد بعضها وبتروح لبيتهم وبتفتح البوابة وهناك بتشوف أمها وبتعرف إنها بقت غير متزنة عقليا بعد ما فقدتها. وأول ما أمها بتشوفها وبتشوف الإسورة اللي هي لابساها بتصرخ وبتقول لها دي إسورة بنتي هاتيها. وهنا تشوي بتطلع تجري وبتركب عربيتها وبتبعد بيها فالأم بتجري ورا العربية لحد ما بتتوه. لكن بعد كده بتدخل لمحل وهناك بتشوف في التلفزيون خبر عن ان قاتل بنتها اتقبض عليه وهو حاليا محجوز في المستشفى العام. فبتروح على هناك وبتدخل لاوضته وبتاخد مشرط وبتدخل عليه. في الوقت ده جوزها بيكون عارف انها خرجت من البيت وما رجعتش. وفي نفس الوقت موتشي بيقرر انه يخلص على بيل علشان يتسجن مع صائد الرؤوس ويخلص عليه انتقاما لعيلته. لكن لما بيطلع لاوضه بيل بيكتشف ان مرات بارك سبقته وقتلته. في الاثناء دي بارك بيوصل لاوضه بيل وساعتها بيشوفه مقتول ومراته بتكون ماسكه المشرط وموتشي واقف جنبها في حاله ذهول. فموتشي بيقول لبارك هنقول انا اللي قتلته مش مراتك وبيمسك المشرط وبيحط دم بيل على وشه وهدومه وبيعترف ان هو اللي قتله فبيتقبض عليه. وعلى الجهه الثانيه لما يونج يي بتستعيد وعيها بتسيب المستشفى فباروم بيطلع يدور عليها ولما بيلاقيها بيعتذر لها انه ما كانش فاكرها فبتسامحه وبيمشوا مع بعض لحد بيتها. وخبر ان المجرم حاول يتعدى على يونج يي بيتذاع في التلفزيون والمغتصب كانج بيشوفه وبيعرف انها رجعت تاني تعيش في بيت جدتها. وفي المجمل يونج يي
تشوي وبارون بيتفقوا انهم يروحوا السينما بالليل، ويونج يي بتتصل بيه وبتطلب منه يجيب لها دبوس كانت جدتها معلقاه في لبسها يوم ما اتقتلت علشان تفتكرها بيه، فبيروح لمخزن الادله علشان يجيب لها الدبوس، ولما بيدور عليه ما بيلاقيهوش، لكنه بيلاقي صوره لراجل اسمه سونغ هان اتقتل من سنه، والراجل ده هو نفس الشخص اللي جات له ذكرى شاف نفسه فيها وهو بيضربه بعنف. ولما بيسال موتشي عليه بيكتشف ان هو ده الرياضي اللي يوهان حرقه جوه حلبة الملاكمه، فبياخد بعضه وبيروح للدكتور اللي عمله العمليه وبيقول له ايه السبب في اني بشوف ذكريات يوهان، فبيقول له عادي جدا لانك كنت بتحقق في القضيه والامور اختلطت عليك وقريب جدا هترجع لطبيعتك. وبالصدفه يونج يي بتوصل للمستشفى علشان تغير على الجرح اللي في راسها، وقتها بتشوف فاروم وهو واقف مع الدكتور فبتنادي عليه، فبيقول لها انه كان بيسال الدكتور اللي عمله العمليه على حاجه، فبتقول له مش هو ده الدكتور اللي عمل لك العمليه، وبتقول له الدكتور اللي عمل لك العمليه في ندبه في وشه. وهنا بارون بيفتكر ان جون صائد الرؤوس جراح اعصاب وانه عنده نفس الندبه اللي يونج يي وصفتها، فبيسيبها وبيروح لتشوي وبيطلب منها تبعت له صوره جون على تليفونه، وبيكلم يونج يي وبيقول لها هبعت لك صوره قولي لي هو ده الدكتور اللي عمل العمليه ولا لا. واول ما بتشوف الصوره بتقول له ايوه هو، وساعتها بارون بيتصدم. وفي نفس الوقت كانغ بيوصل للقريه وبيشوف يونج يي وهي معديه على المحطه قدامه بالصدفه، وعلى الجهه الثانيه بارون بيروح يزور جون في السجن وبيقول له انت عملت فيا ايه؟ اوعى تقول لي انك زرعت دماغ يوهان جوه راسي. فجون بيرد عليه ببرود وبيقول له كويس انك اكتشفت الحقيقه بسرعه، وبيقول له انه كان بياخد رؤوس ضحاياه وبيشقها علشان يتدرب على عمليات نقل الادمغه، واحيانا كان بيشق رؤوسهم وهم لسه عايشين، وبيعرفوا انه كان خلاص هيقدر يوصل للي هو عاوزه لولا الطفل اللي كشفه للشرطه، وبيعرفوا انه مش حاسس بالذنب لان الانجازات الكبيره لازم يكون قدامها تضحيات كبيره. ولما بارون بيتعصب عليه جون بيقول له لولا اللي انا عملته كان زمانك ميت. تعالوا بقى نرجع بالزمن ل 30 سنه فاتوا، وقتها كان جون لسه دكتور صغير في مستشفى كبيره في بريطانيا، وكان في دكتور بريطاني حاطه في دماغه ودايما كان بيقلل منه قصاد مدير المستشفى وزمايلهم. وكان في حاله لبنت اسمها ايما، الدكتور البريطاني شخصها انها شلل دماغي وايما بتعاني منه بقالها 15 سنه، لكن جون ما كانش مقتنع بالتشخيص ده. وفي يوم لقى في ايد البنت حبايه من علاج اسمه ليفودوبا، والعلاج ده بيتاخد في حالات نقص الدوبامين في الجسم، وبيعرف منها ان عامل التنظيف بقاله فتره بيديها من الدواء ده. وبعد كام يوم في محاضره طبيه جون بيفاجئ الطلبه والدكاتره بان ايما بتقف على رجليها، وبيقول لهم ان الفضل كله لعامل النظافه العبقري دانييل، هو اللي كان بيديها الدواء اللي ساعدها انها تقدر تقف على رجليها، وده لان اخته جينيفر بتعاني من نفس المرض، ولانه عبقري في العلوم قدر يوصل للدواء ده علشان يساعد اخته، وفعلا قدرت تمشي بعد ما خدته. ولان حاله ايما نفس حاله اخته ادالها من نفس العلاج. ومن بعد اليوم ده الدكتور البريطاني اتطرد من المستشفى بسبب تشخيصه الغلط، ودانييل خد منحه لدراسه الجينات، وجون خد فرصته وبقى جراح اعصاب مشهور في بريطانيا. وبعد فتره رجع لبلده واشتغل في مستشفى كبيره ونسي اللي حصل كله لحد ما اتفاجئ في يوم ان دانييل بقى اشهر دكتور على مستوى العالم في مجاله وخد جايزه دوليه كبيره. والموضوع ده استفز جون، فقرر انه يكتشف اكبر انجاز في مجال جراحه المخ والاعصاب، وهو نقل دماغ شخص لدماغ شخص تاني. وكان بيجرب على الحيوانات لكن دايما كان الموضوع بيفشل، فقرر انه يجرب على البني ادمين، وبقى يقتل وياخد الراس ويروح بيها المختبر السري ويطبخ المخ ويعمل عليه تجارب. وبيكمل جون كلامه لباروم وبيقول له انا نقلت لك فص من مخ يوهان باوامر من رئيسه الوزراء بنفسها، لكن باروم ما بيصدقهوش، فبيقول له بسيطه رئيسه الوزراء مكانها معروف، روح لها وتاكد منها بنفسك، والمختبر بتاعي هديلك عنوانه تقدر تروح في اي وقت علشان تتاكد ان ما كدبتش عليك. فبياخد بعضه وبيروح على المختبر وحرفيا بيتصدم من اللي بيشوفه، ادمغه كتير جدا بتكون محطوطه في برطمانات مع ماده حافظه وترابيزتين عمليات ومعدات جراحه كامله، ده غير ريحه المكان اللي بتبقى صعبه جدا. فبيخرج من المختبر وهو مذهول من اللي شافه. وعلى الجهه الثانيه تشيوي بتروح القسم، وهناك الضابط شين بيعرفها ان موتشي قتل بيل علشان يدخل السجن وينتقم من جون، والخبر ده بيوصل لجون في السجن. وفي نفس الوقت بارون بيروح لرئيسه الوزراء وبيقول لها ازاي تسمحي لصائد الرؤوس انه ينقل لي مخ قاتل متسلسل مختل. فبتقول له في شخص بعت لي شريط فيديو عليه عمليه نقل ادمغه وكان جون هو اللي بيقوم بيها، ولو رجعنا بالزمن سيكا هنعرف ان اللي بعت لها الشريط ده هي تشيوي، بس سيبوا الجزئيه دي هنشرحها بالتفصيل كمان شويه. المهم ان رئيسه الوزراء بعد ما عرفت ان جون يقدر يعمل عمليات من النوع ده خدت قرارها وبعتت جابته من السجن، وطلبت منه انه ينقل فص من دماغ يوهان مكان الفص التالف اللي في مخ باروم. وبتقول لباروم جون طلب في المقابل اني اخرجه من السجن، لكن رفضت وترجيته انه يعملها علشان ينقذ حياه شاب شريف كل البلد بتتمنى انه يعيش، فوافق وعمل العمليه في المختبر بتاعه. وهنا باروم بيتعصب عليها وبيقول لها اللي انت عملتيه ده جريمه، وانا عارف انك عملتي كده علشان شعبيه الرئيس تزيد وينجح في الانتخابات اللي جايه. وبيسيب المكان وبيمشي. ولما بيقابل يونج يي بيعرف منها ان موتشي اتقبض عليه بتهمه قتل بيل، فبيراجع كاميرات المستشفى وساعتها بيشوف مراد بارك وشخص تاني وهم قريبين من اوضه بيل قبل ما يتقتل بوقت بسيط جدا. فبيعمل تحريات عن الشخص ده، بيعرف منها انه كان عنده بنت واتخطفت وهي صغيره، فبيشك فيه وبمواجهته بيعترف ان هو اللي قتل بيل لانه شاف
سلسلتها عنده فعرف ان هو اللي قتلها. وبعد ما قتله مرات بارك دخلت الاوضه ومسكت المشرط، ولما موتشي وجوزها شافوها جنب الجثه وهي في ايديها المشرط افتكروا ان هي اللي قتلته، وبكده موتشي ومرات بارك بيطلعوا براءه. ده غير ان كده بيتعرف ان البنت المدفونه في القبر مش بنت بارك، وعلشان يتاكدوا بيقرروا انهم ياخدوا عينه من الجثه ويقارنوها بالدي ان ايه لبنت بارك المفقوده. المهم في نفس اليوم بالليل يونج يي بتاخد اكل وبتروح لباروم القسم، فزميله بيقول لها انه كان تعبان وروح البيت. وفي الاثناء دي باروم بيكون في البيت وبيبتدي يحس ان رغبه يوهان في القتل بدات تسيطر عليه. وفي الوقت ده موتشي بيروح له البيت وبيكون شارب ومش في وعيه، وبيقول لباروم ايه اللي خلاك تطلعني من السجن. وفجاه باروم بيقول له انت سبب في كل اللي انا فيه، وبيضربه بعنف وبيرميه على الارض وبيلف ايده حوالين رقبته وبيبتدي يخنقه. وبعدها بياخد طوبه من على الارض وبيرفعها، وقبل ما ينزل بيها على راس موتشي بيسمع صوت جوه راسه وبيقول له مستني ايه اقتله. وهنا باروم بينزل بالطوبه بس مش على راس موتشي، ده بينزل بيها على ايده هو لحد ما بيكسرها. وفي اللحظه دي بتكون يونج يي وصلت، ولما بتشوف ايده والدم اللي عليها بتتخض عليه وبتقول له لازم نروح المستشفى فورا. وتاني يوم الصبح موتشي بيصحى من النوم في بيت باروم، ولما بيشوف الاثار اللي على رقبته بيقول لباروم هو احنا اتخانقنا الليله اللي فاتت؟ فباروم بيقول له انت هجبتني وانت سكران وانا دافعت عن نفسي. فموتشي بيعتذر له وبيقول له انا لازم ابطل شرب، فبيقول له يكون احسن. وبعد كده باروم بيروح يزور جون في السجن وبيقول له انا كنت هقتل واحد امبارح، فهمني اللي بيحصل لي. فبيقول له انا عملت تجربه على الفئران وبدلت فص من مخ فار عنيف بفص من مخ فار مسالم وحبستهم في مكان واحد، وكانت النتيجه ان الفار اللي كان مسالم قتل الفار اللي كان عنيف. علشان كده لازم ما تخليش يوهان هو اللي يسيطر عليك وانت اللي تتحكم فيه مش العكس. المهم ان نتيجه تحليل الدي ان ايه بتظهر وبارك بيتاكد ان البنت المدفونه مش بنته فعلا، فبياخد معاه موتشي وبيروح يزور جون وبيساله عن المكان اللي دفن فيه بنته، فبيرد عليه ببرود وبيقول له مش فاكر. وساعتها بارك بيفقد اعصابه وبيتعصب عليه وبيحاول يهاجمه، فالحراس بيخرجوه وبيبعدوه عنه. في الوقت ده موتشي بيقول لجون انا لو كنت اعرف ان يوهان ابنك كنت قتلته. فجون بيبص له ببرود زي عادته. وعلى الجهه الثانيه باروم بيروح يزور دكتور تبع رئيسه الوزراء وبيحكي له على اللي بيحصل له، فبيديله دواء وبيطلب منه ياخده بانتظام. ولما بيرجع القسم رئيسه بيطلب منه ياخد دليل ويوصله لمركز الادله، فلما بيروح هناك بيلاقي نفسه بشكل لا ارادي بيفتح اللاب وبيتفرج على صور الضحايا وبيكون مستمتع جدا وهو شايف شكل الجثث. وفي اللحظه دي بيوصل موتشي فبيقفل اللاب وبيقول له انه كان جاي يوصل له دليل وانه سابه له على المكتب، وبعدها بيمشي. وعامه ام كانغ بتقابل يونج يي في الشارع فبتتعصب عليها وبتقول لها ايه اللي رجعك تاني للحي، عزلي من هنا. فيونج يي بتقول لها رب ابنك وسيبوني في حالي. وهنا الست الكبيره بتهاجمها، فموتشي بيتدخل وبيمسك ايد الست وبيقول لها لو اللي عملتيه ده اتكرر تاني هرميكي في السجن. وبيروح مع يونج يي في شقتها وبيلم هدومها وبيقول لها انه هياخدها تعيش معاه، فبترفض وبتعرفه انها مش هتسيب بيتها وان المواجهه في الحالات دي بتبقى احسن من الهرب. وعامه باروم حالته بتسوء اكتر والدواء اللي خده من الدكتور ما بيعملش اي حاجه، فبياخد بعضه وبيروح للدكتور وبيقول له انا عاوز اعمل العمليه تاني واشيل مخ يوهان من دماغي، انا حاسس انه قرب يسيطر عليا وحطوا لي مكانه فص من مخ اي حد تاني. فالدكتور بيقول له مش ممكن نخاطر مره تانيه لان لو حد عرف كلنا حياتنا هتتدمر. فباروما بيتعصب عليه وبيقول له انا مش هسكت وبيسيبه وبيخرج. وفي نفس اليوم بالليل شخص بيخطف بنت من حي يونج يي وبيقتلها وبياخدها على الجراج. وتاني يوم الصبح المحقق شين بيتصل بباروم من التليفون الارضي اللي في القسم وبيقول له انت هتتنقل لمكتب جمع الادله. وفي الاثناء دي بيجي اتصال لشين على تليفونه بيعرف منه انهم لقوا جثه بنته وان طريقه القتل بنفس نمط قتل يوهان لضحاياه. وباروم بيسمع المكالمه وبيقول له انه هيروح معاه لمسرح الجريمه، ولما بيوصلوا لهناك بيلاقوا الضحيه مقتوله بنفس النمط. لكن الغريب ان باروم بيشم نفس ريحه النعناع اللي سبق وشمها وهو بيضرب يوهان قبل كده. وتاني يوم اداره فندق بيبلغوا الشرطه ان في نزيله انتحرت في اوضتها، فباروم بيروح يعاين جثتها وساعتها بيعرف انها اتقتلت ما انتحرتش. والغريبه انه بيشم نفس ريحه النعناع وكمان بيلاقي متثبت على هدومها دبوس جده يونج يي اللي كان معاها يوم ما اتقتلت. وساعتها بيتصدم وبيقع على الارض وبيتصل بالظابط موتشي وبيبلغه كل اللي حصل. فبيوصل هو وفريقه لمسرح الجريمه لكن ما بيبقاش فيه اي اثر للدبوس، لكنه بياكد لهم انه كان موجود وانه ما سابش المكان غير لما كلم موتشي. والمكالمه خدت كام دقيقه مش اكتر، لكن ما فيش حد منهم بيصدقه خصوصا انه كلهم عارفين انه من بعد العمليه وهو ما رجعش لطبيعته. المهم ان تشيوي بتكون مع موتشي بيتناقشوا في تفاصيل اخر قضيه وساعتها بيجي لها تليفون فبتمشي فورا وما بتسيبه. وبعد شويه المحامي وو ابن بيل بيشوفها وهي شايله طفل وخارجه من عند الدكتور صاحبه، ولما بيدخل للدكتور بيقول له هي المذيعه تشيوي اتجوزت امتى، فبيقول له ان في اشاعه انها كانت على علاقه بيوهان فاكيد الطفل ده يبقى ابنه. تعالوا بقى اكلمكم شويه عن وو المحامي اللي بيقدم استشارات نفسيه مجانيه للمراهقات. في الواجهه هو محامي وناشط اجتماعي لكنه في الحقيقه قاتل متسلسل بيختار من المراهقات ضحاياه وبيقتلهم بدم بارد. فاكرين بقى الضحيه اللي باروم لقاها في اول يوم نزل فيه الشغل في القريه وهو وموتشي فضلوا يحققوا في تفاصيل قتلها وهو اللي قتلها. ومش بس هي، ده في 2 غيرها اتقتلوا بنفس التفاصيل. ولما موتشي بيبتدي يشك
بيشك فيه بيعمل تحريات وافية عنه لحد ما بيعرف انه بيحب يزرع نوع معين من الورد، فبيحفر تحت الورد ده، وساعتها بيلاقي بنت مقتولة ومعاها سلاح الجريمة، فراح له البيت علشان يقبض عليه لكنه ما لقاهوش هناك، بس لقاه عامل سيرش عن تشوي وقدر يتأكد من السيرش ده انها كانت حبيبة يوهان، ولان موتشي اصلا بيحب تشوي ده غير واجبه في القبض على المجرمين، بيطلع جري من البيت علشان يروح لها وينقذها قبل ما وو يخلص عليها، ولما بيوصل بيتها بيلاقيها كويسة وبيسمع صوت طفل بيعيط، فموتشي بيستغرب ان تشوي عندها طفل، وفي نفس الوقت صاحب باروم بيكون عنده في البيت وفرحه بيكون تاني يوم، وبيقول لباروم انه اتصل بخطيبته سول كيم اكتر من مرة لكنها ما بتردش عليه، وخطيبته دي لو تفتكر كانت فتاة ليل قبل ما تتوب وصاحب باروم يخطبها. المهم ان باروم بيعرفوا موضوع قاتل فتيات الليل وهما الاتنين بيروحوا على بيت سول كيم، في الاثناء دي بيكون وو عندها في البيت وبيخلص عليها، ولما باروم وصاحبه بيوصلوا بيلاقوا الباب مقفول من جوه ومقفول بالقفل، فباروم بيقول لصاحبه انزل عند الحارس ودور على حاجه نكسر بيها الباب، وبمجرد ما صاحبه بيمشي بيقدر يفتح الباب، وساعتها بيلاقي كيم سول مقتوله، وهنا وو بيهاجمه وبيحاول يخنقه لكن باروم بيقدر يدافع عن نفسه وبيضربه بعنف، وبالرغم من كده وو بيضربه على دماغه وبينط من الشباك، فباروم بيخرج وراه وبعد مطارده طويله وو بيغفله وبيضربه على راسه مره تانية فبيفقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه متكتف وو بيكون قاعد قدامه، وساعتها باروم بيقول لنفسه انه طول ما هو بيتكلم مع وو مش هيقتله، فبيساله انت بتقتل ليه؟ فبيقول له انا بخلص العالم من الستات الغير محترمين، وبيعرفوا ان الموضوع بدأ معاه من صغره لما قتل بنت الجيران، وساعتها قال لابوه انه قتلها بالغلط، في الوقت ده كان موضوع صائد الرؤوس مخاوف كل الناس، فابوه شاف صورة بنت بارك لما اتخطفت وعرف منها هي كانت لابسه ايه بالظبط واشترى لبس زيه ولبسه لبنت الجيران، ولانه بيحقق في قضيه اختفاء بنت بارك قدر بسهوله يوصل لعينه دي ان ايه ليها، ودفن بنت جاره في الغابه مع العينه دي، وابوه كان بيعمل كده علشان يحميه، وبيقول له وعلى فكره انا قتلت امي لانها خدت خصله من شعري واديتها لدانييل علشان تتاكد ان كنت قاتل مختل ولا لا، فقال لها اني فعلا قاتل مختل، وفاكر ان في يوم بعد ما ابويا دفن بنت جارنا كنت بتعشى وساعتها امي سالتني انت قتلتها ليه، فقلت لها لانها شبهك وانا متاكد انك عملتي علاقه مع ابوها وخلفتيها علشان كده قتلتها، وساعتها امه شربت سم وقالت له احنا هنموت مع بعض، فعرف انها حاطه له سم في الاكل، ولما هما الاثنين اتنقلوا المستشفى الدكاتره انقذوهم، لكن هي كانت مصممه انها تخلص على وو فهو اللي رماها من الشباك وخلص عليها، وفي اللحظه دي باروم بيفتكر انه شاف دبوس الجده على لبس ضحيه من ضحايا وو، فبيحرر نفسه وبيهاجم وو وبيقول له انت اللي كنت بترتكب الجرائم اللي كل الناس كانت فاكره ان يوهان هو اللي ارتكبها، لكن وو بينكر، وفي نفس اللحظه باروم بيبتدي يشوف ذكريات يوهان وهو بيقتل الجده وبيحرق لاعب الملاكمه، فبيحط ايده على راسه وبيبان عليه انه بيتألم جدا، ولما وو بيحاول يهرب بيمسكه مره تانية وبيشل حركته، وهنا باروم بيسمع صوت يوهان جوه راسه وهو بيقول له اقتله اللي زيه لازم يموت، فبيلف ايده حوالين رقبه وو وبيخنقه، وفي اللحظه اللي وو بيموت فيها باروما بينهار لانه بيعرف ان يوهان قدر يسيطر عليه ويحوله لقاتل، وساعتها بيتخيل ان يوهان واقف قدامه وبيقول له ايه رايك في احساس القتل؟ ممتع مش كده؟